اليوم بيتغير كل شيء. اليوم حياتي راح تتغير بشكل كامل. اليوم ببدأ رحلة جديدة، لكنها رحلة عرفتها وسويتها أكثر من 20 مرة، بس ما ذقت طعم النصر فيها. للآخر 3 سنوات ما كنت راضي عن شكلي، مثل الأغلب زاد وزني كثير بعد كورونا، لكن الحين جاء الوقت التغيير. بوقف الفاست فود وذا خرابيط، خلص وقت العذار والكسل. اليوم ابدأ هذه رحلة مرة أخرى. كل رحلة تبدأ خطوة بخطوة. أصعب جزء في الرحلة هي البداية، هي الخطوات الأولى، لكن بعد الخطوات الأولى أنت عيش حياتك، وقبل أنك تلاحظ أنت تكون كملت عدة أميال في رحلتك. استمر. في الحياة غالبا لما نبدأ رحلاتنا نواجه مشكلة عدم الثقة في قدراتنا. بالنسبة لي كانت معارك مع شعوري تجاه صورتي الشخصية، لكن كل رحلة، كل انتصار تبقى خطوة واحدة، وهي مواجهة المرآة وقرار انك تعيد كتابة قصة حياتك. النجاح ليس نتيجة لحظية، هو بالجهد والعرق والدموع، لكن بالعمل على هدفك يوميا حتى لو كان طريق أمامك صعب. تذكر النجاح ليس السباق القصير، إنها ماراثون، والمفتاح هو الاستمرارية. استمر في الالتزام بتحقيق هدفك، ويوميا ما راح تنظر إلى الوراء وتدرك إن كل خطوة كانت تستحق ذلك. دقيقة يا ولد، لحظة يا ولد، انت وين رايح؟ ابك انت وش تسوي انت؟ لا تكفى يا ولد، وش صار على النادي؟ السلام عليكم، عتني واحد تشيز برجر. يا ساتر. double quarter pounder meal. Is that medium or low? Medium. Can I get a triple cheeseburger and a Smarties McFlurry? الله يرحم والديك يا جون، أطلب السلطة. Yeah, what's your chicken wrap of the day? يا دب خلاص، يكفي. Okay, can I get the sweet chili wrap as well? هالنادي جبتي يا ولد. Just on its own. What's your special way? Coke Zero. اوكي، ما شاء الله طلبت نص المطعم والحين تاخذ الكولا بدون سكر. شاطر، شكلك مرة تتوب. رجعت حليمة لعادتها القديمة. اقول الله يحييك بس.